قبل ما نبدأ الملخص الجميل ده ما تنسوش الضغط على اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد واعملوا شير لكل أصحابكم. نروح لأحداث الفيلم. إيزومي أول يوم له في المدرسة وكان مبسوط وطلب من مامته إن هي تدعيله. قالت له روح يا ابني الله يبعد عنك ولاد الحرام. بس هو ما عندوش حظ خالص، بيتعثر في حجرة وبيقع وبيمشي شوية كمان فبتيجي تريلا وبترش عليه غبار، وكمان بيجي غراب علشان يعملها عليه بس بيلحق نفسه. ايه اليوم الجميل ده؟ بيبص وبيلاقي الست العجوزة دي. قال لها هو انت محتاجة مساعدة؟ بصت له كده قالت له هو انت اللي هتساعدني؟ ده انت اللي محتاج مساعدة يا ابني. ابتدى يضحك. بصراحة عندك حق. والبنت الجميلة دي اسمها شيكوموري بس انا سميتها شيكو. دي بتظهر نفسها ان هي لطيفة بس عندها جانب تاني مخيف. قال لها صباح الخير. قالت له صباح النور. هنا قالت له وانت حصل معاك حاجة تاني كمان؟ لازم تاخد بالك على نفسك. على فكرة دي تبقى حبيبته. هنا بتيجي سيارة علشان تدعسه بس بتنقذه. إيزومي اعتذر منها. قال لها دايما بسبب لك المشاكل. قالت له مرة تانية ما تعتذرش، وده الوش التاني اللي بقول لكم عنه. هنا قال بجد حبيبتي لطيفة، مع ذلك شايفها أجمل بنت في الدنيا. هي بصراحة جميلة. هنا قال لها أنا متوتر النهاردة. ابتدت بتضحك. قالت له طب الكل متوتر مش بس أنت. ابتدى هنا بيدعي وبيقول يا ريت أجي مع شيكو في نفس الصف. ابتدت بتضحك وقالت له على فكرة حتى لو ما جيناش مع بعض أنا هاجي علشان أزورك. هنا ابتدوا يبصوا على قائمة الأسماء واكتشفوا إن هما مع بعض في نفس الصف. إيزومي ابتدى يعيط من الفرحة وهوب بتنط عليها البنت دي اسمها أوماي وقالت لها السنة دي كمان إحنا مع بعض. والبنت الباردة دي اسمها مايا. وكمان أبو شعر الأصفر ده اسمه يوكي. هنا اكتملت الشلة ودول ابتدوا يتكلموا مع إيزومي وقالوا له على فكرة خد بالك على شيكو، هي بنت جميلة وانت بتسبب لها المشاكل. بس صدفة شيكو سمعتهم وقالوا ان هو بصراحة ممل. هنا بصت لهم البصة دي وقالوا والنبي ما قلنا حاجة. طبعا هنا قالت له ما تعملش ببالك كأنك ما سمعتش حاجة. قال لها هو انت قصدك ايه البرودة دي؟ قالت له خلاص ما فيش حاجة. هنا وهو قاعد بيجي عنده يوكي. قال له ايه رأيك بعد المدرسة نخرج نغير جو يعني؟ قال له إيزومي هو انت ما عندكش شغل؟ قال له ما عنديش اي حاجة. هنا قال له مادام كده انا موافق. قال له خلاص انا هجهز نفسي. وماي قالت هما هيخرجوا لوحدهم. قالت لشيكو ايه رأيك احنا كمان نخرج معاهم؟ مايا قالت لها هما مش عازميننا اصلا. شيكو قالت لها طبعا احنا كمان هنخرج. قالت لإيزومي اكيد هننبسط مع بعض. وماي قالت بصوا هما لايقين لبعض. مايا قالت لها بس احنا حشرنا نفسنا. بتيجي عندها اوماي وقالت لها دي فرصتك يا بت. اما مايا قالت لها بلاش تدعي ان انت بريئه، مش وقت الكلام ده. هنا ابتدى يوكي يلعب. قالت اوماي لعبه بيستفزني. قالت لها خلاص مفيش مشكله. وجاء دور اوماي. هنا ما وقعتهمش كلهم وبيجي دور مايا البنت البارده دي بس بصراحه مش سهله خالص ووقعتهم كلهم وكلهم استغربوا. قلت لهم شفتوا هو ده اللعب. وبيجي دور إيزومي. طبعا كان متفائل بالخير بس وقع واحدة وكلهم ابتدوا يضحكوا. يوكي قال بجد دي معجزة. أما أوماي قالت له كنت فاكرة مش هتوقع ولا واحدة، بجد دي معجزة. وبيجي دور شيكو. قالت لازم يقول عليا إن أنا لطيفة ووقعتهم كلهم وكمان الصف التاني بس ده علشان إيزومي. طبعا أوماي قالت أنا مش مصدقة. يوكي قال إيه ده هي وحش ولا إيه؟ وانتصرت عليهم ومش أي نصر. طبعا إيزومي كان فرحان وقال لها بجد انتي لطيفة. هنا قالت له كفك وصبت على ايده. قال حبيبتي بجد لطيفة وجميلة كمان. وبيخلص اليوم ده. قالت لهم اوماي اشوفكم في المدرسة. هنا وهم رايحين وقفت كده. قال لها هو في حاجة؟ قالت له وانت الصبح زعلت لما تمسخروا عليك في الصف؟ قال لها بس اللي قالوه صح، انا بعمل كل ده علشانك انتي. وكانت هتطب عليه دي بس زي كل مرة شيكو انقذته وكان متفاجئ. قال لها لو ما كنتش انتي كان هيجرالي ايه؟ مسكت ايده وقالت له اهم حاجة تبقى جنبي وانا مش بيهمني كلامهم خالص وهحميك من اي حاجة واي شخص يقرب ليك. قال لها بجد انتي غريبة. تاني يوم يوكي قال له هو انت جاهز لكرة القدم؟ قال له طبعا. وبتيجي شيكو جري. قالت له الساعة 11:30 هنلعب احنا، انتوا هتلعبوا امتى؟ إيزومي قال لها بصراحة مش عارف. قالت له خلاص مفيش مشكلة. وماي ملتهية في شعر مايا بتعمل لها اللوك ده. قالت لها جميل صح؟ هي مش بيعجبها اي حاجة. قالت لها يلا شيليه. شيكو قالت مستحيل نكسب مع الفريق التاني. إيزومي قال لها حتى لو افترقنا انا هشجعك. هنا شيكو مسكت ايده يعني ما تسيبنيش خالص. وجاء وقت كرة القدم. لما جاء إيزومي علشان يضرب كرة القدم طب ووقع.
هنا قالت لها أوماي زي كل مرة من البداية بدأ بكده، يعني خلاص مفيش كرة القدم. بس شيكو قالت له تقدر تعملها، ولما جاي يضربها مرة تانية الكرة راحت لوحدها وكمان طب مرة تانية. هنا قالت ما قدرش يعمل حاجة. أوماي قالت لها عادي يعني احنا متعودين على كده. وقالت له إيزومي الكرة جاية عليك لازم تدير بالك منها، وضربته على راسه وراح المستشفى مباشرة. هنا قالت له هو انت بخير؟ قال لها انا بخير مفيش حاجة بس المباراة خلاص خلصت. قالت له خلاص مفيش مشكلة. قال لها انا بجد واحد غبي كل مرة بعمل المشاكل. قالت له بجد انت غريب بس بصراحة شعرك جميل. قال لها بجد؟ هنا قالت له يلا انا لازم اروح بس ما تخلينيش اخاف عليك مرة تانية. تمام انا هروح دلوقتي. وقال بس انا بحاول احميك بس ازاي هعمل كده. ولما خرجت قدام الباب قالت انا اكيد زودتها المرة دي مش لازم اتكلم معاها بالطريقة دي علشان ما يزعلش. هنا مايا قالت لها انا بجد تعبت. ومايا قالت لها مش وقت التعب دلوقتي لازم تشجعينا. وتيجي شيكو جري. قالت لها واخيرا جيتي في الوقت المناسب. إيزومي ساب المستشفى وجاء علشان يشجعها. قال له ما ابتدوا ولا لسه؟ يوكي قال له خلينا نروح. بيجي عند مايا قال له هو انت لسه حاطه ده على شعرك؟ قالت له مالكش دعوه. ومايا قالت لها بصي حبيبك جه علشان يشجعك. ودي كانت بتلعب بكل قوتها حتى أوماي. اما شيكو عكسهم خالص. هنا عملوا التعادل. يوكي قال احنا اللي لازم نكسب مش لازم يفضل التعادل. وطبعا شيكو حاولت بكل قوتها وقدروا يكسبوا. هنا أوماي قالت لها احنا كسبنا. قالت لها طبعا عملناها. أوماي قالت لها والفضل كله يرجع ليك. إيزومي راح جاري عندها مسك ايدها وقال لها مبروك. هنا قال لها بجد انا بحسدك على الطريقه اللي بتلعبي بيها عندك روح رياضيه وكمان جسم رياضي. هنا قالت له مش للدرجه دي. لما فتحوا الباب لقوا كل دول حواليهم. قال لها ممكن نتصور معاكي؟ هو مين ده حبيبك؟ ده بجد لطيف. هنا وقفت قصادهم وقالت لهم الا ده حبيبي. وقت الغدا كلهم عايزين ياكلوا معاها. طبعا يوكي قال له بصراحة من لما كسبت وهي بقت مشهورة وده مش كويس علشانك. كلهم ابتدوا يتصوروا معاها. هوب جت الكرة على راس يوكي ووقع. راح إيزومي قال له هو انت بخير؟ قال له يوكي مفيش مشكلة ما حصليش حاجة. بس طبعا شيكو زعلت وتحول وشها للوش المخيف. حتى وهي متعصبة ومتغيرة جميلة. إيزومي كان راجع البيت وهوب بتطب عليه شيكو. قالت له ازاي راجع البيت من غيري انا؟ هنا قال لها انت خلاص بقيتي مشهورة. قالت له هو انت بتقول ايه؟ قال لها زي ما بقولك. هنا قالت له انت اللي بقيت بس بتكون مع يوكي وما بقيتش بتخرج معايا خالص واهملتني. هنا قال لها بس انا كنت هستناك بره علشان بصراحة انت وحشتيني. هنا قالت له وانت كمان وحشتني بس مرة تانية ما تعملش معايا كده. لما راحت البيت ابتدت تقرا عن البنت اللي بتظهر نفسها ان هي لطيفة بس من غير ما تتصنع وازاي تظهر انوثتها. وابتدت بتلبس في اللبس ده وجربت كل اللبس اللي عندها بس في الاخير قالت انا هلبس ايه. هنا كان رايح علشان يقابلها بس كانت لابسة اللبس الجميل ده. وطبعا اتفاجئ اول مرة يشوفها كده. قالت له انا وصلت قبلك بس هو اتجاهل كل ده وقال لها بصراحة لبسك جميل النهاردة. طبعا اتفاجئت وشكرته وراحوا السينما. قال لها في افلام كتير الواحد محتار هيختار ايه بس انا عايز اشوف انت بتحبي تتفرجي على ايه علشان اتعرف عليكي اكتر. قالت له بحب من دول. هنا طبعا قال لها بس ده مخيف. قالت له وانت عندك مانع؟ قال لها طبعا ما عنديش اي مانع. هنا قال دي فرصتي علشان اثبت لها ان انا راجل واقدر احميها. ولما ابتدوا يتفرجوا على الفيلم طبعا إيزومي كان خايف وقال ايه ده هو ايه الرعب ده وكان ماسك ايده وطبعا ايده بتترعش. هنا مسكت ايده قالت له هو انت خايف؟ اجمد ما تخافش وانت معايا. زومي قال لها لو ما كنتيش معايا يمكن كان اغمى عليا بجد وجودك بيقويني. طبعا انبسطت وقال لها ايه رايك نروح ناكل حاجه؟ قالت له بصراحه انا كمان جوعت. هنا قال لها دي شكلها جميل واكيد طعمها اجمل. قالت له بس باين عليها انها يا غاليه. قال لها ما تخافيش انا معاكي. بس لما دور كده كانت المحفظه وقعت منه. ايه الحظ ده هو ده وقته ولا ايه؟ واضطر ان هو ياخدها معاه البيت. وطبعا كان محضرين الاكل الجميل ده وهي بتموت عليه. وطبعا مارست روح الرياضية هنا كمان وابتدت تاكل بالطريقة دي. قالت له أكلكم جميل جدا. هنا ابتدت تبص عليه كده وخلصت كل الأطباق وكمان حضروا لها قهوة علشان تروق. طبعا هنا هو كان مبسوط وراحت تساعد مامته. قالت لها هو عنده حظ سيء والكل بيتكلم عليه ويمكن يسبب لك المشاكل. قالت لها بس انا ما بشوفوش بالطريقه دي.
بالعكس المواقف اللي بتجراله بتخليه يكون لطيف وهو بيفهم الوجع أكتر من أي شخص تاني، وبعد كل اللي بيجراله ده مش بيشفق على نفسه. علشان كده إيزومي قوي ومثير للإعجاب. إيزومي في الوقت ده كان نايم. لما صحي الماما وشيكو اتفقوا مع بعض. هنا كانت رايحة وقالت لها في أي وقت تحبي تعالي عندنا. قالت لها طبعا. إيزومي كان رايح علشان يوصلها واعتذر منها علشان نام. قالت له مفيش مشكلة، أهم حاجة إن أنا كنت بتفرج على وشك وأنت نايم. هنا إيزومي اتكسف وقال لها بس شكلي وأنا نايم وحش. قالت له بالعكس شكلك جميل. قالت له إيزومي ايه الافلام اللي بتحب تتفرج عليها؟ قال لها اظن قصص الصداقة. قالت له خلاص المرة الجاية هنتفرج على الافلام اللي انت بتحبها. إيزومي كان قاعد في الظل علشان الشمس قوية جدا. فجأة بيجي يوكي قال له هو انت قاعد لوحدك هنا ليه؟ تعالى بسرعة علشان احنا بنقرر هنروح فين في استراحة الصيف. قال له انا جاي اهو. هنا بتدي على دماغه هوب. قال له يوكي هو انت ايه اللي بيحصل معاك؟ قالت له امي هو انت مش هتتغير؟ يلا تعالى هنا بسرعة. فجأة بتيجي شيكو وادت له المي. طبعا هو اتفاجئ. قال لها شكرا. قالت له اخر مره تنسى الميه بتاعتك علشان ما تمرض. قال لها بتيجي في الوقت المناسب. قالت له خلاص مفيش مشكله. وكمان بتيجي البنت البارده دي مايا. قالت له لازم تاخد المظله علشان ما تمرض. قال لها شكرا. شفتي الكل بيهتم بيه. هنا أمي قالت لهم يلا بسرعة خلينا نروح لمكان. قالت لهم شيكو نروح البحر. طبعا مايا قالت له ايه ده؟ هي شيكو ليه متحمسة كده؟ إيزومي قال أكيد بتحب البحر، بس طبعا إيزومي بيحب النار. ويوكي قال لهم على الكلام ده. وماي قالت لهم حتى النهر جميل خلينا نروح. وزومي قال لهم ما تغيروش رأيكم علشاني. يوكي قال له مين قالك هنغير رأينا أصلا؟ قال لهم خلاص خلينا نروح النار. ماي قالت لهم ما تيجي نروح البيت أحسن. طبعا شيكو عجبتها الفكرة وابتدوا يضحكوا. هنا قالت لهم أوماي الأسبوع ده في امتحانات علشان كده النوادي هتكون في استراحة. قال لها إيزومي هو انت ليه فرحانة كده؟ قالت له طبعا هنروح علشان نشتري حاجات كتيرة قوي. يوكي قال هو انت بتحبي تصرفي ليه؟ قالت لهم هنعمل ايه؟ لازم نروح نغير جو. إيزومي قال عندها حق. هنا قالت لهم لازم نشتري لبس علشان السباحة. بس إيزومي قال انا مش اظن ان انا لازم اشتري حاجة. قالت له شيكو هو انت بتقول ايه؟ متأكد ان انت مش عايز؟ قال لها قصدك ايه؟ لما بصت له البصة دي قال لها وانت قصدك ايه بالظبط اصلا؟ هنا قالت او ماي ايه ده؟ اوقات بحس انه إيزومي لعبة في ايد شيكو. ماي قالت لها طبعا شخصيتها قوية. قالت لها يلا يا شيكو لازم نروح. قالت لها لو إيزومي مش عايز انا كمان مش هروح. ماي قالت لها زي ما انت عايزة. هنا وهي بتعمل كل ده علشان إيزومي كان بيبص على البنت العريانة. ابتدت تبص عليه وكانت عايزة تخنقه. قال لها هو في حاجة؟ قالت له مفيش بس لازم اروح الحمام. يوكي بيجي وقال له خلينا نروح نذاكر احسن. طبعا شيكو راحت علشان تشتري حاجات للسباحة وطبعا زي ما البنت اللي كان بيبص عليها. وماي قالت لها هو انت جيتي علشان تشتري؟ غيرت رأيك؟ بس ده جريء. قالت لها شيكو انت فهمتني غلط بس يمكن إيزومي بيحب كده. قالت لهم انا اسفه يمكن بلغت في الموضوع شويه. وماي قالت لها بس شويه؟ على فكره انت بتكرهي الخساره. اول مره كنت معانا في الصف عديتي من قدامي ولا عبرتيني. انا هنا قلت لماي ان انت بنت لطيفه. وطبعا ماي قالت لي مين البنت اللي بتتكلمي عليها؟ قلت لها ان انت معانا في الصف. انت ذكيه وكمان جميله. طلبت من ماي ان انت لازم تكوني صديقتي. هنا طبعا ماي قالت لها هو انت ليه متوتره؟ وماي قالت لها اي بنت مكاني هتكون متوتره. انا لازم اكون صاحبتها. جسمها جميل وشعرها زي الحرير وكمان ريحتها جميله. وقتها كنا بنلعب كره السله وانت كنت بتعملي كل جهدك علشان تفوزي زي كل مره. وطبعا ده اللي حصل وكنت فرحانه علشان إيزومي كان بيشجعك. انا هنا عملت كل قوتي علشان كمان افوز والكل شجعني. طبعا انت استغربتي وزعلتي لما شفتي إيزومي كان متفاجئ. هنا كنت عايزة ان انت تضربيني بس طبعا ما قدرتيش علشان إيزومي ما يقولش عنك ان انت بنت شريرة. هنا كنت قاعدة لوحدك وجيت علشان اطلب منك نتغدى مع بعض ودي كانت فرصتي وانت طبعا قبلتي. هنا قالت لها مايا هو ده اللي حصل؟ قالت لها طبعا هو انت نسيتي؟ كانت شيكو بتكره ان هي تخسر. شيكو قالت لها مش ده القصد مش علشان ان انا مش عايزة اخسر. هنا قالت لها خلاص خلاص انسي الموضوع. وبيجوا عند إيزومي ويوكي. قالت لهم امي هو انتوا لسه بتذاكروا؟ قال لها يوكي طبعا مش عندنا امتحانات. إيزومي قال لها باين عليكي مبسوطه اشتريتي ايه؟ هنا قالت له امي ايه الذكاء ده؟ قالت له شيكو انا ما اشتريتش اي حاجه.
قال لها بس انت بتكذبي على فكره، لما بتكذبي بيكون باين بوشك، علشان كده قولي لي اشتريتي ايه، انا عندي فضول. قالت له قلت لك ما اشتريتش اي حاجه. وهم راجعين قالت له هو انت زعلان؟ وبيجي ده وبيخده طبعا. قال هو ده وقتك؟ هنا قال لها خلاص اشوفك بكره. قالت له خلاص بكره هنذاكر مع بعض. ولما راح البيت اتصلت فيه، قال لها معاك ايزومي؟ قالت له ما انا عارفه، اتصلت بيك علشان اسمع صوتك، يمكن تكون زعلان مني. قال لها بس انا تعبان حبتين، انت مالكش دعوه. هنا قال لها ممكن تبصي على السماء، الجو جميل، بصي في نجمه، هو انت شفتيها؟ قالت له ايوه شفتها، بصراحه شكلها جميل. هنا قال لها انا نفسي اكون معاكي بس انا عندي حظ سيء. قالت له قلت لك ما تقولش الكلمه دي. هنا قال لها شيكو هو انت عايزه تروحي فين؟ نفسي اخدك للمكان اللي انت بتحبيه واشوف وشك وانت مبسوطه. قالت له بصراحه ما عنديش مكان معين، بس اهم حاجه ان انا اكون جنبك، يعني اي مكان ما عنديش مشكله. إيزومي من الفرحة ابتدى يعيط. قالت له ايه رأيك نروح ننام علشان انت ترتاح؟ هنا قال لها لما سمعت صوتك انا ارتحت، بس بصراحة نفسي اشوف وشك قبل ما انام. طبعا شيكو اتوترت وقفلت الخط بوشه. إيزومي قال اكيد اتكسفت. هنا قالت بس انا كان نفسي اشوف وشه قبل ما انام. طبعا كانت زعلانة وابتدت كده تخبط برجلها. وبيجي اخوها قال لها وانت مش هتهمدي ولا ايه؟ تاني يوم اتقابلت مع مامته، قالت لها دلوقتي هنحضر اكل مع بعض. شيكو قالت لها بس انا اول مره احضر اكل. وهي بتفرم الجزر بتقرب عليها مامته. طبعا قالت لها وانت عايزه تعملي ايه؟ قالت لها بس عايزاكي علشان تسترخي، مش قصدي حاجه. هنا قالت لها وانت بخير؟ ليه وشك احمر كده؟ وهي جايه بالاطباق كانت هتقع، بس شيكو انقذتها ومسكت السكينه بايدها. قالت لها هو انت اتاذيتي؟ قالت لها لا ما حصليش حاجه، بس انت كويسه؟ قالت لها طبعا معاكي شيكو. هنا كانت بتتكلم مع إيزومي بس كان تعبان. قال لها هو احنا ممكن نروح لمكان؟ قالت له بس الشمس وانت تعبان. قال لها مفيش مشكله خلينا نروح لالعاب الناريه. قالت له طبعا انا كمان بحب الالعاب الناريه، عشان كده هجهز نفسي. طبعا هنا مامته قالت له هتروح تقابل شيكو. بصراحه النهارده كانت متوتره كانها اول مره تطبخ. هنا كانت بتلبس الفستان واخوها شايفها انها مش عارفه تعمل ايه، راح علشان يساعدها. قال لها خلاص انت دلوقتي جاهزه وشكرته. قال لها بجد انت بنت غريبه. بصت له البصه دي وقالت له على فكره مش وقتك. هنا كان ايزوم مستنيها، طبعا اتفاجئ لما لقاها بالجمال ده. قال لها الفستان جميل عليكي. قالت له انت كمان لبسك جميل. قالت له على فكره الفستان ده بتاع جدتي. قال لها بس جميل ولايق عليكي، يلا خلينا نروح علشان نلعب شويه قبل الالعاب الناريه. وابتدوا يلعبوا مع بعض وكانوا مبسوطين. قال لها انا بحاول اعمل كل ده علشان تكوني مبسوطه واشكرك على اللي انت بتعمليه علشاني. قالت له بس انا ما عملتش اي حاجه. قال لها دائما بتعملي اي حاجه علشاني انا، بس انا في المقابل ما بعملش حاجه. قالت له بصراحه انا مش بحب الحلويات. استغرب وقال لها بس انت اكلتي معايا البانكيك. ابتدت بتضحك. قالت له بصراحه اكلته علشانك انت. هنا قال لها طب ما تيجي نلعب اللعبه دي، لو كسبت هاخد الجايزه. هنا ابتدى بس طبعا زي كل مره ايزومي فاشل. وقالت له شيكو انا هجرب حظي. طبعا ده ابتدى يضحك. قال لها اللعبه دي مش بتاعت البنات. قالت له هوريك. هنا طبعا وقعتهم كلهم كانوا متفاجئين. وقالت لهم خلاص انا دلوقتي خلصت. قال ايه ده، دي بنت مش طبيعيه خالص. وقال لها مبروك انت كسبتي ده وتقدري تاخديه. طبعا شكرته وقالت لايزومي ده علشانك انت. ايزومي قال لها بس انت اللي كسبتيه ولازم تاخديه. قالت له مفيش فرق بينا، لو اخدته انا او اخدته انت زي بعض. هنا قال ايه ده، ايه الحظ اللي عندك يا ابن المحظوظه؟ ايه ده، هو انت حسدته على الحظ اللي عنده ده؟ هو عنده بس شيكو يعني. المهم بيجي كمان يوكي ومايا. إيزومي قال لهم احنا على فكره اكلنا قبلكم، اكلنا حلويات. وماي قالت لها لايق عليك الفستان. مايا قالت لها بجد انت جميله. قالت لهم وانتوا كمان لايق عليكم اللبس بتاعكم. هنا قال له يوكي خلينا نروح نلعب لعبه السمك ونشوف مين اللي هياخد اكتر. طبعا إيزومي معرفش يصاد ولا سمكه، طبعا زعل. بس بتيجي شيكو قالت له انا هلعب بدل إيزومي. يوكي قال لها خلاص زي ما انت عايزه. هنا طبعا المره دي حتى شيكو فشلت. إيزومي قال اكيد عندها مشكله. طبعا زعلت علشان عايزه كل مره هي اللي تكسب. طبعا أمي راحت وقالت لها شيلي كل ده روحي علشان الالعاب الناريه هتبدا. قالت لهم شكرا. مايا قالت لها احنا هنهتم بيوكي.
هنا اتمشوا كتير. طبعا ايزومي كان تعبان، قال لها الطريق طويل وانت تعبتي. قالت له مفيش مشكله، عايزه اروح معاك المكان السري. قال لها بس انت تعبتي. وابتدى يفكر. قالت له يلا خلينا نروح. قال لها بس رجلك تعبانه ما تحاوليش. هنا قال لها خلاص زي بعضه، يلا اركبي على ظهري. قالت له بس كده هتتعب. قال لها عادي، خليني اعمل حاجه علشانك حتى لو كانت لاول مره. قالت له بس انا تقيله على فكره. قال لها مفيش مشكله، يلا علشان نلحق. قالت له هو انا اللي شايلك ولا انت؟ وابتدت الالعاب الناريه. قالت له على فكره انت رايح من الطريق الغلط، الطريق العاب ناريه من هنا. قال لها بس انا رايح على مكان السري. قالت له هتاخدني على ظهرك كده هتتعب، يلا بسرعه نزلني. وكان كل الدرج ده. طبعا ايزومي كان تعبان بس كان صابر علشانها هي. ووصلوا للمكان السري. قالت له هو بجد المكان السري ده؟ يلا خلينا نقعد في المكان ده. قالت له هو انت بخير؟ قال لها انا بخير. وابتدت الالعاب الناريه. وطبعا الجو كان جميل، حتى اوماي كانت بتشاهد الالعاب الناريه عكس يوكي ومايا، كانوا عمالين ياكلوا، اهم حاجه الاكل. شيكو قالت له انا بس عايزاك تشوفني لطيفه، مش عايزاك تشوفني ان انا بنت غريبه. قال لها بس بصراحه اوقات بشوف في وشك بنت شريره، نظراتك بتكون صراحه مخيفه. هنا قالت له هو انت بتهزر ولا ايه؟ وعملت له الحركه دي. قال لها هو انت بتعملي ايه؟ قالت له اخر مره تتكلم معايا كده. قال لها بجد بهزر معاكي، هو انت صدقتي ولا ايه؟ قالت له خلاص مفيش مشكله. هنا طبعا شكرته على المكان الجميل ده. هو قال لها هو انت جاهزه؟ يلا خلينا نروح. قالت له هو انت لسه هتشيلني؟ وانت ما تعبتش ولا ايه؟ قال انا بخير بس بيتعثر هنا. قال مش وقته الكلام ده خالص. شيكو قالت له كنت متوقع انه هيحصل كده، كل مره انا اللي بنقذك، دلوقتي مين اللي هينقذنا؟ كانوا متقسمين لمجموعات وبيجهزوا للمهرجان الثقافي. ايزومي كان مركز على الخياطه، والبنت دي قالت له هو انت بتخيط بشكل جميل وكانه متعود. اما البنت البارده دي مايا كانت بس قاعده بتبص عليهم وبتقول له ايزومي اصلا عنده خبرات كتيره قوي على فكره. بس للاسف شيكو كانت بتشتغل مع مجموعه تانية وايزومي كان زعلان. قال الفصل اللي فات كنا احنا مع بعض بنشتغل وكنا مبسوطين، والبنت دي قالت له ممكن تساعدني في دي. بس شيكو بصت لها كده وزعلت وتحولت للبنت التانية، البنت المخيفه يعني، بس عيونها جات على يوكي. لا ايه ده، وانت ليه بتبصي لي كده؟ هو انا عملت لك حاجه؟ تاني يوم بيجي ايزومي المدرسه وبيديه الرقم ده، والرقم ده مش حبتين. اما هنا خلاص جهزوا نفسهم، ايزومي لبس اللبس ده ومايا قالت لهم وانتوا عارفين ده مين؟ اكيد هيكون يوكي علشان لسانه طويل. اما بقى شيكو لبست اللبس ده عباره عن ارنب وكانت مكسوفه. ايزومي قال لها بالعكس ده لايق عليكي، والكل كان بيبص عليها بيقولوا الأرنب لايق عليها وشكلها لطيف، وابتدوا يصوروها بس هي كانت مكسوفة. إيزومي ابتدى ياخد طلبات الزبائن، هو رايح بالعصير ده والآيس كريم، بييجوا البنات دول علشان يصوروه بس بيتوتر وبتقع الورقة دي وبيكون هيقع. بس بتيجي البطلة بتاعته شيكو بتنقذه هو والآيس كريم والعصير وبتقوله خد بالك على نفسك، وبيعتذر منها. وهم راجعين بتقوله بكرة هيكون عندنا شغل أكتر من النهاردة، بس أنا هعمل جهدي علشان أشتغل عليا أنا وعليك أنت، يعني ما تخافش. بس بيحس ان هو فاشل وبيقول لها انا كمان هعمل جهدي، بكره هتشوفي هشتغل زيك واكتر. وقالت له خلاص انا اصلا واثقه فيك، اهم حاجه ان احنا مع بعض. تاني يوم بيجي المكتبه وبيقول يا ريت الاقي حد بعرفه، وبيلاقي البنت دي اسمها كاميا وهم فعلا بيعرفوا بعض. ابتدوا يرتبوا الكتب وقالوا انه كاميا عندها شعبيه كبيره والكل بيحبها. هنا بيقول لها اكيد الصف بتاعك بيعاني عشان انت مش موجوده. قالت له يمكن لما كنت جايه ابتدوا يعيطوا، بس انا كان لازم اجي المكتبه علشان اشتغل. وبنرجع للماضي قبل سنه ونص. ايزومي كان متوتر وبيضرب راسه. كاميا قالت له مفيش داعي تتوتر، احنا في نفس السنه اصلا. هنا بتبدا تشرح له على اللابتوب ومن الكلام ده وبيفهم بسرعه وشكرها وقال لها بجد انت لطيفه. قالت له اول مره حد يقول لي ان انا لطيفه على فكره. هنا بيقول لها خلاص تقدري تروحي دلوقتي وانا هكمل. بتبص له البصه دي وقالت له انت عايزني اروح علشان عندك حبيبتك صح؟ وبيتفاجئ ازاي عرفت؟ قالت له صاحبتي قالت لي، بس عرفت ان انت حبيبتك جميله وبنت انيقه كده يعني. هنا بتقول له هو انتوا ازاي اتعرفتوا على بعض؟ وبيتفاجئ، والمشكله انها بتأثر عليه ان هو يقول لها، وقالت له انا مهتمه بالموضوع ده. هنا اتفاجئ اكتر وقال ايه ده، هي معجبه بشيكو كمان ولا ايه؟ شيكو ابتدت تدور على الرقم بتاعها يكون متطابق مع ايزومي بس مش بتلاقي. والبنت البارده دي بتشرح لأوماي وبتقول لها ثنائيات في المدرسه عندنا حاجه مشهوره، والهدف انك تلاقي تلميذ رقمه متطابق مع رقمك وبتتصوري معاه. والسنه الماضيه كانت شيكو مع ايزومي، ودلوقتي لو ما لقيتش رقمه اكيد هتزعل. وفعلا اتحول الوش التاني للوش المخيف، وقالت هلاقي الشخص ده وهتبادل معاه. هنا خلاص ايزومي استسلم.
قرر ان هو يحكي لها القصه. قال لها في السنه الماضيه نفس اليوم ده كان المهرجان، وكان الرقم بتاعي نفس رقم شيكو. هي كانت مكسوفه، اصلها كانت عايزه تتصور معايا، بس انا قلت لها خلينا نتمشى، واخدتها للمكان اللي بيتصوروا فيه. كان الكل بيتصور، بس طبعا كل اللي بيكون عندهم ارقام زي بعض بيكملوا مع بعض، وللاسف انا كنت ضيعت رقمي. طبعا قالت له خلينا ندور عليه، بس ايزومي قال لها اكيد مش هلاقي الرقم ده وخلاص، ما عنديش حظ ان انا اكمل معاكي. بس شيكو بتزعل وقالت له لازم ندور عليه، مش هنستسلم. إيزومي بيقول للمصور ان احنا ارقامنا متطابقه مع بعض، وده الدليل انا كاتبه في الدفتر، بس بيرفض. شيكو ابتدت تترجاه وقال لها مستحيل. إيزومي قال له بجد ارقامنا متطابقه مع بعض. هنا بيبص في عينيه وبيحس ان الكلام طالع من قلبه، وبيكتب له الرقم بتاعه زي شيكو. والبنت دي قالت لها انا مبسوطه علشانكم، وخدوا الصوره دي اللي عاملين عليها كل الهلمه دي، وبعدها اتقابلوا مع بعض. كان إيزومي مكسوف ان هو يقول لشيكو انهم يخرجوا مع بعض يعني يتوعدوا، بس شيكو بتحس عليه وبتقول له خلاص اختصر، وخلاص بقوا مع بعض. كاميا قالت له بجد اول مره اسمع القصه الجميله دي، بجد قصه حب جميله. انا شيكو لسه بتدور على الرقم، وماي قالت لها هو انت مش هتستسلمي ولا ايه؟ كاميا قالت لايزومي هو انت اتفرجت على الفيلم اللي بيتكلم عن الجميع، اللي بيتكلم عن قصه حب البنت اللي كانت في الفيلم ما بيتحققش حبها، وطبعا بتتكلم على نفسها لانها بتحب اوزومي. هنا بتيجي اوماي وقالت لها ممكن اتكلم معاك على انفراد، وبتلاقي مستنياها شيكو. قالت لها هو في حاجه؟ قالت لها اصل انت عندك الرقم نفس الرقم اللي عند حبيبي، ممكن نتبادل؟ ومباشرة بتديها الرقم ده، وإيزومي بيحس بالفضول وبيروح يشوف مين، وبيلاقي شيكو. قال له وانت بتعملي ايه هنا؟ طبعا هي كمان بتتفاجئ. كاميا قالت له خلاص تقدروا تروحوا دلوقتي. قال لها مستحيل، لازم اكمل معاكي الشغل في المكتبة. شيكو بتتفاجئ من كلامها، وماي قالت لها تعالي اقعدي جنبي وخلينا نتفرج عليهم من بعيد، وابتدوا يشتغلوا. بس شيكو ابتدت تبص على كاميا وحست ان هي بتبص على إيزومي بسات غريبة يعني. هنا خلاص بعد ما راحت كاميا وابتدت تشتغل مع اصحابها، والكل طبعا مهتم بيها علشان هي عندها شعبية كبيرة، وابتدت ترحب بالزبائن. هنا بحست ان هي هتختنق، وقالت انا لازم اروح اشم شوية هوا، وبتيجي المكان ده وبتقول باين على شيكو انها بنت لطيفة، وخلاص انا لازم اخبي المشاعر اللي جوايا. بس هوب بتطبع عليها شيكو، بترجع لها الرقم بتاعها. قالت لها مستحيل اخد منك الرقم ده كمان. كاميا بتتفاجئ وبتفتكر إيزومي لما قال لها ان انت بنت لطيفة. شيكو قالت لها يمكن انا الوحيدة اللي اكتشفت مشاعرك تجاه إيزومي. هنا ابتدت تبص لها كده وقالت لها وانت متأكدة من اللي انت بتعمليه ده، وكأنك بتساعدي عدوتك، وعلى الحالتين انا مش هحتاج الرقم ده، هو مجرد رقم. قالت لها بس لازم إيزومي هو اللي يختار. هنا بتقول لها كاميا على العموم ما تخافيش، انا اصلا ما كنتش هعترف له بمشاعري، ومش عايزة اي حد يشفق عليا. وهوب ابتدت تعيط، بس قالت مش عارفة اصلا انا ليه بعيط، بس اوعدك ان انا مش هقرب منه مرة تانية. هنا شيكو بتزعل عليها وبتمسك الرقم ده وبتفضل تشقه كده، وقالت لها هو انت ايه اللي بتعمليه ده؟ شيكو مسكت ايدها وحضنتها، نظرت منها وقالت لها ما كانش قصدي اذيكي. قالت لها ما تعتذريش، انا اللي لازم اعتذر منك، والحاجه الوحيده ان انا عارفاها ان انت بتضحي بمشاعرك علشان إيزومي وعلشاني انا. كاميا قالت لها وانت مش لازم تروحي دلوقتي، اكيد إيزومي بيعيط وهو مستنيكي. قالت لها فعلا، وراحت جاري وهما متصالحين مع بعض. اما إيزومي كان مشتري هديه لشيكو علشان النهارده عيد ميلادها، وبعد الحفلة هيقدم لها الهدية دي. وهنا كانوا بيحتفلوا بمناسبة النجاح المهرجان وكانوا مبسوطين، ودي دموع الفرح. قالت لها مين الصف اللي اخد المرتبة الأولى؟ قالت لها ممكن ما تسأليش السؤال ده علشان مش هما اللي اخدوها. قالت لها عادي، أهم حاجة المشاركة. هنا سألوها على الرقم، وقالت لها بصراحة ما أخدتش الرقم. واتفاجئت أماي ومايا، قالت لها خلاص أصلا أنا ضيعت الرقم. قالت لها كل المجهود ده وضيعت الرقم؟ يوكي قال لي إيزومي تعيش وتاكل غيرها. وخلصت الحفلة. إيزومي قال لشيكو ممكن تفضلي معايا شوية؟ قالت له طبعا، وبيجيبها للمكان ده. هنا قال لها جبتلك الهدية دي، أول ذكرى سنوية لينا مع بعض. طبعا شيكو انبسطت وقال لها واخيرا شفتك بتضحكي، امبارح كنتي متوتره. قالت له علشان شغل المهرجان وكده. وقال لها صحيح ايه اللي حصل بينك وبين كاميا؟ قالت له مفيش حاجه. قالت له الطوق ده جميل بس بتغير الموضوع على فكره. وقال لها انا هلبسك الطوق ده، وكانت مكسوفه. قالت له على فكره انت ما اتغيرتش، بس انا خايفه ان انت في الاخير تبعد عني. رجعت قالت ايه اللي انا بقوله ده، وابتدت بتضحك. إيزومي قال لها وانتي مش واثقه فيا؟ قالت له طبعا انا واثقه فيك. وقال لها عندك حق، يمكن انا شخصيتي ضعيفه علشان كده انتي مش حاسه بالامان، بس انا هبقى قوي. صحيح مش هبقى زيك، بس هحاول ان انا اكون قوي علشان تحسي بالامان. هنا ابتدت تعيط، وقال لها هو في حاجه؟ قالت له بس حاسه ان انا عايزه اعيط. قال لها انتي بجد مش بتضحكي، انتي بتعيطي.
أول مرة شوف شيكو بتعيط وابتدى يواسيها وطلب منها إنه هي توقف عياط. شيكو قالت له خلاص أخدت قراري، مش هتخلى عنك نهائيا حتى لو كانوا كل البنات معجبين بك، حتى لو كانوا حلوين. ها؟ وهم راجعين قالت له استنى، هو السلسال ده لايق عليا؟ قال لها طبعا، مش انتي جميلة وكمان لطيفة، يعني أي حاجة بتلاقي عليكي.